السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو كالعادة هنقول المقدمة بتاعتنا، والمقدمة بتاعتنا بتبقى أجوبة لأسئلة الناس المتابعين الفيديو اللي فات. والفيديو اللي فات كان فيه غلطة غير مقصودة. أنا قلت في الفيديو اللي فات إن الكليتين بحجم حبة الفاصوليا أو الفول. لأ، أنا ما كانش قصدي بنفس الحجم بالظبط والحجم الصغير قوي ده. لا، الكليتين حجمهم يتراوح ما بين 10 ل 14 سنتي، يعني تقريبا بيبقى قد ايدينا كده. تمام. بس انا غلطت وقلت في حجمهم، لا هم في شكلهم، وانا كنت وضحت بالصور، وطبعا الصور موضحه ان حجمهم مش صغير قوي كده. دي نقطة. تاني نقطة برضو احد المتابعات قالت لي ان رغاوي البول من احد علامات زيادة نسبة البروتين في البول، وان ده من علامات ان الكليه مش بتشتغل بصوره كويسه. احب اوضح بس نقطه مهمه جدا، ان لما بنبقى صاحيين من النوم، يعني اول ما بنصحى من النوم بيبقى في المثانه مخزنه كميه بول كتير، وبننزل بنفضيها في التواليت. انا اسفه يعني على اللي انا بقوله. بنفضيها في التواليت، فسرعه البول علشان مختزن كتير في المثانه بيبقى نازل بسرعه، فبالتالي بيسبب رغاوي عاده بتختفي بعد اقل من دقيقه. الموضوع لو متكرر بقى، موضوع الرغاوي ده لو متكرر، معنى كده ان فعلا في بروتين الالبومين بينزل في البول، وده معناه ان في مشكلة، وان الكلية مش بتشتغل بكفاءة كويسة، وده لازم كده نعمل تحليل ونستشير الطبيب في الحالة دي. فانا حبيت اوضح ان انا يمكن سهوا ما قلتش موضوع الرغاوي المرة اللي فاتت، وطبعا يعني انا كنت في موقف لا احسد عليه وكلكم شفتوه، بس ما كانش هين عليا ان انا اغيب عليكم، فطلعت واتكلمت. ويعني بعتذر عن اي تقصير مني في الفيديو اللي فات. وهنبدأ على طول حكايتنا النهاردة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ ونكمل حكايتنا اللي أنا صدعتكم بيها. كنا آخر مرة قلنا رحلة الفيوم. اللي شاف الفيديو اللي قبل اللي فات، لأن الفيديو اللي فات كان معلومة، كان عارف إن في رحلة للفيوم. أنا كنت قايلة عليها هنحكي عنها في الفيديو الحكاية اللي جاي. ورحلة الفيوم دي كنت أول رحلة آخد ولادي فيها بعد ما رجعت لهم، وحبيت إن أنا أرجع الدنيا زي ما كانت، وأحاول أتودد ليهم مرة تانية، لأن هم كانوا تنشن مني، وكانوا واخدين موقف مني. كانوا بيتعاملوا معايا كويس جدا، بس كانوا واخدين موقف مني. وخلاص انا استقريت مع ولادي، وفعلا رحت وقعدت معاهم، وقررت ان انا اروح اوديهم رحله للفيوم. وبعد كده كلمت والدهم وقلت له ان احنا رايحين رحله للفيوم، لان زي ما انتم عارفين لازم هو يبقى عارف كل تحركاتنا، وانا ماليش اي سلطه مطلقه على الولاد. وبالتالي فعلا كلمته ووافق، ورحنا رحله الفيوم. ومن اول اليوم وانا حاسه ان الولاد مش مبسوطين، وهاتك يا تريقه على الباص وعلى التنظيم بتاع الرحله، وان احنا فعلا اتاخرنا، وما كانوش مبسوطين خالص. لما رحنا الشلالات اللي هي عند وادي ريان ما كانوش مبسوطين، وحتى مش عايزين يتصوروا. لو لقيت صورة من الصور اللي صورناها هناك هنزلها. بس فعلا هو يعني كان اليوم كئيب. انا بحاول ابسط نفسي وابسطهم، ولكن هم ما كانوش مبسوطين. كنت بحاول البي كل رغباتهم ان هم يكونوا مبسوطين، بس هم ما كانوش مبسوطين. وفي اخر اليوم في الرحلة في ناس تعرفنا عليهم، اللي هي الشاوية على المارشميلو على النار، بتبقى في اخر الرحله بروجرام الرحله. فطبعا دي كنا جروب مع بعض، وكنا بنسال وبنلعب اللي هو بدون كلام، لو الناس تفتكرها بتاعت زمان دي. وقعدنا نلعب ونهزر، وبداوا ولادي ياخدوا على الجو. ودي كانت اخر ساعه بس في الرحله، وفي الوقت ده هم كانوا مبسوطين. الرحله كان بروجرامها حلو، كان في تزلج في الرمل وحاجات كتيره، بس اللي هو هم ما كانوش حاسين ان هم مبسوطين. وانا حسيت ان هم خلاص وضعي معاهم بقى، يعني خلاص انا في فجوه حصلت، يعني هو اوريدي كان في فجوه حصلت ما بيننا. المهم، واحنا انا والله انا مش عارفه اقول لكم ايه. يعني انا بصور الساعه 12:30 بالليل، ومع ذلك في تكاتك وفي دوشه وفي خبط حواليا. فبجد ربنا يعافينا من المكان ده ونعزل منه بجد، والله بامانه. انا مش عارفه ليه، مع ان حلوان هاديه يعني. واحنا راجعين في الطريق، انا راجعه انا وولادي، ف
رجعنا كانت المواصلات صعبة جدا، نزلنا الساعة 12 التحرير، وكانت المواصلات صعبة جدا، ووصلنا البيت تقريبا 1:30 2:15، وكان الطريق صعب قوي. فانا كنت جايبة اخري بقى، اللي هو انا نازلة من 5 الفجر وراجعة الساعة 2 بالليل البيت، وتاني يوم عندي شغل، وانا كنت عاملة كل ده عشان ابسطهم، هما ما بينبسطوش ومش مبسوطين وراجعين مقريفين وراجعين مخنوقين. وكنت اديلنا ال1500 اللي انت صرفتيها في الرحلة ديت، واحنا كنا مبسوطين جدا. اتقال لي الكلام ده باللفظ. كنا جبنا بيها هدوم ولا جبنا بيها حلويات، وقعدنا اتفرجنا على فيلم في البيت. فطبعا عارفين بقى الاب اللي كان واخد مراته واولاده، انا قمت بدور الاب ده، يعني انا كنت واخده دور الاب ده، فكنت مخنوقه جدا ومتضايقه. واذا بوالدهم يتصل بينا، طبعا هي كانت المكالمات على الهادي، اذا بوالدهم يتصل بينا، فانا قمت قايله له لو سمحت ما تتكلمش معايا دلوقتي، انا تعبانه نفسيا جدا ومخنوقه، الولاد مضايقني يا بنتي. طب في ايه؟ لا لو سمحت بعد اذنك ما تتكلمش معايا دلوقتي. قلت له الكلمه دي 3 مرات، وهو اصر وصمم ان هو يتكلم معايا وان انا احكي له اليوم. فطبعا الكلام دخل في بعضه، وفي حاجات كان ابني قالها لي طبعا في الفتره اللي انا ما كنتش معاهم فيها، كنت شايلاها في قلبي. فاللي هو انا خلاص مخنوقه من كل حاجه ومتضايقه وقافله، ما اعرفش ايه اللي خلى المواضيع دي تتفتح. اتخانقنا مع بعض خناقه كبيره جدا، فضلت قاعده لغايه اما النهار طلع في التليفون. انا مش بحب المشاكل ولا الخناقات، بس لما بتحط في الخناقه وهحكي لكم حكايه على موضوع الخناقه دي لسه حاصله من تقريبا شهر وكم يوم كده، بس دي هتيجي في وقتها بقى لما نيجي ل 2024. احنا لسه في 2022، والرحله دي كانت بالظبط في اليوم اللي انا بصور فيه دلوقتي 4/11/22، بس انا هنزل بقى على ما احمل الفيديو. فهي كانت 4/11/22 بالظبط في نفس اليوم اللي انا بصور فيه الفيديو. خناقه كبيره جدا، ويعني الغلط كان متبادل، وكانت حاجه صعبه قوي يعني. المهم ايه، قررنا المقاطعه مره اخرى، واحنا اساسا ما كناش اصلا رجعنا نتكلم مع بعض. فبعد فتره من الزمن، يعني بعد شهر او شهر ونص، انا حسيت ان انا غلطت، يعني انا غلطت فيه، فما كانش ينفع ان انا اغلط الغلط اللي انا غلطته ده. فاتصلت بيه واعتذرت، قلت له معلش انا متاسفه ما تزعلش مني، انا كنت منفعله، انا قلت لك في اليوم دوت بلاش نتكلم اكتر من مره، وانت اصريت ان احنا نتكلم. فانا خلاص انا خدت الموقف العدائي، وانا اصلا مخنوقه واليوم كان صعب و المهم اتصالحنا واتكلمنا. وبعدها بشويه جه عشان يشوف ولاده في البيت، ودي كانت اول زياره ليه بعد لما انا رجعت البيت. يعني هو كانت دي اول زياره ليه يجي يشوف ولاده بعد ما انا رجعت اعيش معاهم. وفي الزياره دي كنت انا يعني مش عامله والله، انا كنت واخده ابني مشوار معايا، كنت قايله لباباه عليه ان احنا نروح المشوار ده، فباباه رفض. فانا خدت ابني من ورا باباه، فعشان ابني على سجيته وطيب ومؤدب، فقاعدين بنتكلم، فلقيت ابني راح قايل لما كنا هناك وكنا بنعمل وكنا كذا وكنا كذا. فاللي هو قلت له احمد انت بتحلم ولا ايه؟ راح بيقول لي لا لما رحنا وعملنا كذا وركبنا العربيه في كذا. فهو بقى كان حاطط رجل على رجل باباه، راح منزل رجله وقال له لا تعالى لي بقى احكي لي، هو انتوا رحتوا المشوار ده اللي انا قلت عليه؟ لا. فقمت انا بقى قايمه بقى، طبعا مش هقول له انا اسفه ولا بتاع، لا ايه ده قلت لا، قمت بقى قايمه وسايره عليه وقلت له رحنا انا مامته انا، وبقى صورت يعني. وقامت مشكله جديده من اول مره نقعد فيها نتكلم مع بعض من وقت لما انا سبت البيت. انا كنت قلت لكم ان انا رحت مره واحده علشان تفاوض معاه على قعدي مع الولاد، ودي كانت تاني مره اشوفه فيها لما قعدنا نتكلم على الموضوع اللي احمد فتحه دوت. وكانت الخناقه خناقه لدرجه ان هو كان عايز يمد ايده عليا، واحمد وقف ما بيننا، حجز ما بيننا. حسيت بقى ان هو في سبورت يعني، وخلاص كده بقت قطيعه كامله، مش نافع ان احنا نتكلم. جيجي بقى شهر يناير، وايمان جت من تركيا ورحنا عند بابا. انا مش فاكره ملابسات المواضيع لان انا كنت فتوها، بس اللي فاكراه ان احنا رحنا، معرفش بقى كان اتفاق ولا صدفه، ان احنا رحنا نتغدى عند بابا في يوم، وايمان عامله فيديو عن اليوم دوت، واتقابلنا انا وايمان ولادي وولادها، وعملنا عيد ميلاد داود عند بابا في بيته. وايمان عامله فيديو على ده ومصوراه برضو، لو لقيت الصور هوريها لكم. وكان يوم جميل جدا واجواء حلوه جدا.
وخلاص بقى هو ايه بقت بنتي لما يحصل حاجه عايزين رايحين لبابا، انا خلاص بره القصه دي، ما بستاذنش حد ولا بقول لحد حاجه، هي بنت بتتصل بباباها احنا رايحين كذا، ماما هتاخدنا ورايحين كذا. فاتكسرت حته الاستئذان منه. مش اتكسرت يعني ان احنا مش بنحترمه، لا، بس بنته بتحترمه وبتكلمه، بس انا لا. عدى وقت برضو محترم ودخلنا في سنه 23، وبدات سنه 23 خلاص بقى انا بقيت بروح لبابا وكل حاجه، بس بابا ما جاليش البيت خالص من ساعه لما رجعت ولا مره لغايه ما توفى، وقال لي انا مش هدخل بيتك غير لما يكون بيتك انتي، يعني لو انت اجرتي مكان بره انا هجيلك، انما هتروحي البيت ابو عيالك تاني لا، انا مش هاجي. السبب برضو انا معرفش ايه برضو ملابسات الموضوع، بس عرفت من زوجته ان هما بابا وزوجته كانوا معتقدين في الايام اللي انا ما كنتش فيها مع ولادي ان باباهم بيتكلم مع بابا علشان يديله الولاد، يعني يدي لبابايا الولاد تبقى في حضانته. فقمت انا قايله له يا بابا طب ما هم لو الولاد جم في حضانتك هيبقوا في حضانتي، فهو كده هيبقى عمل ايه؟ وازاي اذا كان هو عايش معاهم تحت جناحه تحت تصرفاته؟ فانت لو هو اداك حضانه الولاد ورجعت الحضانه ليا فهتبقى حضانتي ليا مطلقه ليا. المهم يعني ان قعدنا في شد وجزمه بيني وبين بابا، ما مش هدخل انا في عناد مع بابا، قلت له يا بابا انت صح واللي انت بتقوله صح وخلاص. الله اعلم بقى زوجته هي اللي دخلت في دماغه الكلام ده، الله اعلم ايه ملابسات الموضوع. المهم ان بابا ما دخلش بيت حلوان لغايه لما توفى، وكان كل الوقت ده لو جبتي بيت انا هجيلك. فانا كنت بسعى سعي يعني كنت بتقاتل ان انا اعزل من بيتي، يعني كنت عايزه اتقاتل ان انا اعزل من بيتي وان انا مبقاش موجوده في بيتي. المهم ان انا بعد وقت شويه مش كتير برضو في شهر في سنه 23 بدات يعني هو خلاص انا وهو عاملين بلوكات لبعض من كل حاجه، فيس واتس وانستجرام ومكالمات وكل حاجه. فكان في حاجه بس انا بصراحه برضو مش فاكراها، فدخلت كلمته على الترو كولر، انا اللي دخلت كلمته على الترو كولر وسالته عليها، فراح بيقول لي انت ازاي جبتيني من هنا؟ فقلت له ان احنا عاملين بلوكات لبعض من كل ناحيه، فانا عامله لك بلوك وانت عامل لي بلوك، فمش هعرف اوصل لك غير من الترو كولر. المهم راح متصل بيا لما سالته على الحاجه دي، تقريبا كان حاجه على احمد والتامين، لان احمد رجله الاصابه اللي فيها من ساعه لما انا ما كنتش موجوده معاه لحد النهارده، فتقريبا كانت حاجه في اصابه رجل احمد. فالمهم يعني اتصل بيا واتكلمنا وكده، والدنيا معرفش ايه اللي جر الكلام لبعضه، ان احنا خلاص مبقاش في اي حاجه ولا اي زعل، وبدأ هو يطلب مني ان انا مش عايزني اضيع من ايده مره تانية، او ان انا ابعد عنه مره تانية، وان احنا نرجع يعني عشان الولاد وكده. فانا صدقت انا مع الاسف صدقت مع الاسف، بس بدات الاحظ حاجات بتحصل. يكون مثلا مع اخته في العربيه او في مشوار او كده، انا معرفش ان اخته معايا، بس طريقه الكلام بتختلف، طريقه الكلام بتاعته بتختلف. بعدها مثلا بساعه بساعتين الاقيه اتصل بيا، معلش اصل انا كانت اختي جنبي. طب ايه المشكله ان اختك جنبك؟ حسيت ان انا بقيت بقى ايه، الرف مركونه على الرف، الاستبن، وهكذا بقى. اصل معلش اصل المدام كانت جنبي، اصل معلش اخويا كان جنبي، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ده انا الاولانيه ام عيالك، ايه ده ايه ده ايه ده اللي بيحصل ده؟ مره على التانيه على التالته على الرابعه لقيت نفسي لا انا استبن يعني. فقلت له، كلمت معاه بمنتهى العقلانيه، قلت له واضح ان انت مش هترجعني ولا الكلام الفاضي اللي انت بتقوله لي ده، انت بتشتغلني. لا والله ما لا، قلت له لا والله بجد لا بص لو سمحت بعد اذنك، لا خلاص لا ساعدني بس، عشان انا غصب عني بدأت اتعلق تاني، فلو سمحت ساعدني، وانت يعني ما تتصلش. حرفيا هو يعني نادر قوي لما كان بيعدي يوم ما بيتصلش، هو كل يوم يتصل. ولو انا مثلا كلمت بخشونه مالك، طب فيكي ايه، طب، فاللي هو ايه، انا خلاص انا ما فيش في حياتي حد، و وحاسه ان انا كبرت غصب عني، لقيت نفسي بتكلم معاه وعلى طول بتكلم معاه، فبدأت بقى ايه، اقول يا رب يا رب بحق جاهك وملكك ابعدوا عني وابعدني عنهم، وانا بصلي لو كان في خير ليا قربوا ليا، لو في شر ليا ابعدوا عني. بقيت اعمل ده،
ادعي وانا بصلي. فيا جماعه الناس اللي مبتعرفش تموف اون، واللي الموف اون بيبقى صعب قوي عليها، اقسم بالله العلي العظيم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء في اثناء الصلاه وانتي ساجده، وانتي ساجده في الصلاه، كل حاجه نفسك فيها وليها ربنا، مفيش احن منه ولا في الطف منه، لطيف لطيف لطيف. و انا ما كنتش متخيله ابدا ان انا اوصل للقوه دي، او انا اصلا ما كنتش متخيله ان انا اقف واتكلم مع الناس كلها كده على الملأ. انا شخصيه خجوله جدا جدا، ولا كنت متخيله ان انا احارب الناس اللي رافضه ان انا افتح القناه وان انا اقف قصاد كل ده. فلا يعني بجد يعني الموضوع الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. ربنا كريم جدا وربنا رحيم جدا وربنا مفيش احن منه. فالحمد لله رب العالمين ان انا وصلت للمرحله دي. وما اظنش في اي احداث في 23 غير وفاه والدي الله يرحمه، فده هنأجله الفيديو تاني لان الحكايه كانت مؤلمه، مفاجاه محدش توقعها. احب احكيها من اول اليوم من اوله، علشان زوجة والدي في الوقت ده بانت على حقيقتها، والقناع اللي هي كانت لابساه وقع منها. فاحب بقى احكيه على رواقه وفي فيديو تاني هنتقابل باذن الله. استنوني. قبل ما نمشي بقى ونقفل الفيديو بتاعنا، كنت عايزه اسالكم السؤال بتاعنا اللي وصل معايا لغايه هنا في الفيديو. كنت عايزه اسالكم واقول لكم ايه هو البرزخ، معناه الديني ومعناه المعنوي ومعناه اللغوي. اللي يعرف هستنى ردكم عليا في التعليقات، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.